أعلن النادي أومونيا نيقوسيا القبرصي على التعاقد الرسمي ديالو مع المهاجم المغربي ريان ماي بعقد كيمتد لجوج مواسم، كيف ما أعلن النادي اليوم الأربعاء. ريان ماي في التصريحات الأولى ديالو للموقع الرسمي ديال الفريق عبر على الفرحة ديالو بالرجوع لقبرص وبالانضمام لواحد من أكبر الأندية تما، وقال بلي المشروع الرياضي وكلامه مع مسؤولي النادي خلاه ياخذ القرار بسهولة، وزاد أكد باللي متحمس باش يعطي موسم كبير ويساعد الفريق في الفوز. ماي شدد باللي راه واجد بدنيا، والهدف ديالو يرجع للتسجيل وصناعة الأهداف، وبغى يكون عنده دور أساسي في قيادة أومونيا للمنافسة على لقب البطولة والاستمرار في المسابقات الأوروبية. وما نسايش كل الجمهور ديال النادي اللي وصفوه بالرائع. إلا بغينا نرجعوا شوية اللور، ماي عنده 27 عام، وكان التحق بستوك سيتي الإنجليزي صيف 2023 قادما من فيرنتسفاروش الهنغاري، ولكن التجربة ديالو ما كانتش ناجحة، بحيث عانى من تراجع في الأداء وكثرت عليه الإصابات. في الموسم اللي فات تعار لرابيد ليانا النمساوي، ولكن واحد الإصابة حرمته يلعب أي ماتش، ورجع لستوك سيتي في فبراير بلا ما يخلي الأثر ديالو.